السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم بزاف لكل امرأة، وهو سرطان عنق الرحم أو سرطان الكول ديال الرحم. شنو هو عنق الرحم؟ عنق الرحم هو الجزء السفلي من الرحم اللي كيربط الرحم بالمهبل، ومنين كيوقع فيه نمو غير طبيعي للخلايا كيقدر يتحول مع الوقت إلى سرطان. شنو السبب الرئيسي؟ السبب الأكثر انتشارا هو فيروس كيتسمى HPV، وهو فيروس شائع بزاف وكينتقل غالبا عبر العلاقة الجنسية. ماشي أي وحدة عندها الفيروس غادي يجيها السرطان، ولكن إلا بقى مدة طويلة بلا علاج كيقدر يسبب مشاكل. شكون أكثر عرضة؟ النساء اللي ما كيديروش الفحص المنتظم، اللي عندهم تدخين، اللي المناعة عندهم ضعيفة، أو اللي بداو العلاقة الجنسية في سن صغير. الأعراض ديال سرطان عنق الرحم في البداية بزاف ديال المرات ما كيكون حتى عرض، ومن بعد يمكن يبان. نزيف خارج الدورة الشهرية، نزيف بعد العلاقة الزوجية، إفرازات مهبلية برائحة أو لون غير عادي، ألم في الحوض، تعب ونقصان الوزن في المراحل المتقدمة. كيفاش نكتشفوه؟ عن طريق فحص عند الطبيبة بحال باب سمير أو تيست HPV. هاد الفحوصات كيقدروا يكتشفوا التغيرات قبل ما يتحول المرض لسرطان. واش كاينه الوقاية؟ نعم، وكاينه بزاف. التلقيح ضد فيروس HPV، الفحص المنتظم، تجنب التدخين، الاهتمام بالنظافة والصحة الجنسية. العلاج، إلا تكتشف بكري العلاج كيكون ناجح بزاف. يمكن يكون بعملية جراحية أو أشعة أو علاج كيميائي حسب الحالة. الرسالة المهمة: ما تسنايش حتى يبان الألم. الفحص المبكر كينقذ الحياة، وكل مرأة خاصها تهتم بصحتها. إلا عجبك الفيديو دير لايك وبارطاجي المعلومة مع النساء اللي كتعرفي، وخلي تعليق إلا بغيتي مواضيع أخرى.